كيتشوب منزلي كيجي بحال اللي كتشري. اللي غنحتاجو ليه فلفله حمراء حلوه مع مطيشه صغير صغيره. غادي نوضعوها في الكسكاس باش غادي نفوروها، ومن بعد ما غادي طيب غادي نوضعوها في الخلاط الكهربائي باش غادي نطحنوها، ومن بعد غادي نصفيوها في الصفايه من ديك الزريعه ديالها، وغادي نزيدو عليها واحد 2 معالق صغار ديال الخل، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الزيت والتحميره، وجوج معالق صغار ديال سنيده. كنخلطوا الخليط ونعاودو نرجعوه على النار، ونزيدو عليها واحد 2 معالق كبار ديال النشا اولا المايزينا، ونضيفوها على الخليط ونخليوه الخليط حتى كيعقد. وهذا هو الشكل النهائي ديال كيتشوب منزلي بدون مواد حافظه، اللي كيجي رائع في المذاق ديالو، بالاخص مع الفريت، واللي كيحماقوا عليه الوليدات الصغار اللي كنوضعوا في هذه العلب الخاصه بالكيتشوب اللي كتسهل عمليه الاستعمال. كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه اللي شاركتها معكم. ما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات.